ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في ريفيو جديد. ريفيو النهارده هي كاميرا متحركه عادي تقريبا شبه الكاميرا الشقيه اللي عملت عنها ريفيو قبل كده. هتلاقوا اللينك في الانفورميشن فوق لو بتتفرج عليا من اليوتيوب، ولو بتتفرج عليا من الفيسبوك هتلاقي اللينك في اعلى الفيديو. بس الكاميرا دي فيها شويه اختلافات. اول حاجه انها 4K، تاني حاجه انها ممكن تتوصل على الاكس في ار او الام في ار. سيبك من طريقه التوصيل، يلا بينا نعمل انبوكسنج كده ونشوف مميزات الكاميرا ونشغلها ونجربها ونشوف كمان صورتها بعد الفاصل. هي دي الكاميرا الامو رينجر 2. الكاميرا دي يا جماعه 4K. بصوا بقى الاوبشنز اللي فيها. اول حاجه انها 4K، تاني حاجه 2 واي توك، يعني ممكن ان انت عن طريق الابلكيشن لو انت بره البيت او بره المكان اللي فيه الكاميرا بضغطه زر تقدر ان انت تتكلم مع الشخص اللي واقف قدام الكاميرا. طبعا بتلف 360 درجه وفيها حاجه اسمها سمارت تراكنج، يعني لو شافت حاجه متحركه تقدر انها تتحرك. برايفسي مود ونايت فيجن، تصوير ليلي والحاجات دي طبعا احنا كلنا عارفينها. موشن ديتكشن، ممكن تشوف الشخص وتديك الارم ان في حد مثلا عدى من قدامها. كمان تقدر تعمل جدول للتنبيهات وساوند ديتكشن لو في حد مثلا اتكلم حتى لو في ظهر الكاميرا تديك نوتيفيكيشن او الارم على الابلكيشن. بتوصل عن طريق الواي فاي وكمان بتوصل عن طريق كابل الشبكه. ممكن تحط فيها كارت ميموري وتوصلها كمان على الام في ار. وبرده فيها اوبشن جميل كده انها ممكن تتوصل على اليكسا، يعني تديها الاوامر عن طريق اليكسا. وليها ابلكيشن تقدر ان انت تنزله على الاندرويد والاي او اس. يلا بينا نفتح كده العلبه ونشوف جواها ايه. اكيد طبعا الاول الكتالوجات، وادي الكاميرا. كتالوج تاني. الادابتور بتاعها يو اس بي عادي 1 امبير، وده الكابل، كابل يو اس بي مايكرو عادي. دي القاعده عشان لو حابب تثبتها في الحيطه تثبتها عن طريق القاعده دي بالمسمارين دول، وده تلزقها في كده في الحيطه عشان تعرف انت هتخرم فين. نبص بقى على الكاميرا نفسها، صغيره وحلوه والله. ده مدخل اللان وده مدخل الكهرباء طبعا، وبتشتغل واي فاي من غير انتنه. هنا الميموري كارد والريست. طيب خلينا نوصلها بالكهرباء كده ونشوف هتقول ايه معانا. احلى حاجه ان هم عاملين السلك طويل. اول ما حطيتها في الكهرباء نورت، بتنور وتطفي على اللون الاخضر، يبقى ده معناه انها السيستم بتاعها شغال وكل حاجه، بس مش متوصله بالواي فاي ولا حتى متوصله بكابل شبكه. خلينا الاول نسطب البرنامج بتاعها على الموبايل عن طريق السكان للكيو ار كود ده. طبعا اوبن، دخلني على الصفحه الرئيسيه بتاعت ايمو جوجل بلاي، يعني طبعا الموبايل ده اندرويد. الابلكيشن بتاعها اسمه ايمو لايف. وخلينا نعمل اوبن. هنا بيقول لك عايز نوتيفيكيشن، قول له ماشي allow accept got it allow. لازم يكون عندك اكونت على الابلكيشن اللي هو اسمه ايمو لايف. طيب انا ما عنديش اكونت، هعمل ساين اب او ممكن تعمل لوجن عن طريق الفيسبوك. طيب لو ما عندكش فيسبوك هتعمل ساين اب وتختار الدوله، هتكتب الايميل بتاعك والباسورد وبعدين تقول له اجري. وهنا على الايميل جالي الفيريفيكيشن كود، بيقول لك انت حاططها في البيت ولا في المحل. لا احنا حاطينها في البيت. خلاص احنا كده عملنا تسجيل دخول بالاكونت بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه جديد. هنضيف الجهاز بان احنا ندوس على علامه البلس. طيب دلوقتي بقى هنا هو عايزني اعمل سكان للكيو ار كود بتاع الكاميرا. ادي الكيو ار كود اهو. اوكي، وانا هنا اعمل له سكان كده. اعمل كونكت، ماشي اعمل كونكت بالجهاز. في معلومه هنا ان الكاميرا ما بتدعمش ال 5G، فهو بيقول لي اختار لك شبكه 2.4 اهو. اخترنا دي. هنكتب باسورد الشبكه اللي هي الواي فاي. بيقول لي عايز 120 ثانيه عشان يكونكت مع الكلاود. بص كده لاحظ اللمبه الخضراء ثبتت، الكاميرا نفسها بقت كونكتد بالانترنت. هنا بيقول لي ان هو اضاف الديفايس بشكل ناجح. انت حاطط بقى الكاميرا دي فين؟ ناقصني ايه؟ المنطقه هي دي الكاميرا. بص بقى هنا كده هحركها. بص يمين، حبه يمين، حبه شمال، وريني كده اطلعي فوق. والله صورتها حلوه قوي. خليني اصور لكم فيديو ونعرضه بعدين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكون الصوره كويسه كده عشان اشتري الكاميرا وما ارجعهاش. نفس التسجيل فيديو، الفيديو هنا اتسجل بقى في الموبايل نفسه، غير طبعا التسجيل اللي موجود في الميموري كارد. سرعه الانترنت عندك ضعيفه، ممكن تقلل الريزولوشن شويه عشان تشوف الفيديو. خلينا ننزل كده شويه بالريزولوشن عشان نشوف. بص بقى 480، لا بقت هزي الصوره اكتر. خلينا نطلع على ال 4K تاني. بص بقى الفرق، لا الصوره انضف كتير. بص مثلا انا بعمل زوم على التيشيرت بتاعي كده، بص التفاصيل الموجوده. ممكن اشغل الميكروفون بحيث ان اي حد قدام الكاميرا يسمعني. ازاي بقى؟ بدوس هنا كده allow، طبعا اديله allow. بص بقى انا لو جيت شغلت كمان الاوبشن بتاع الصوت ده. ابعد يا ابني، بس يا ابني كده.
خدت صوره. اداني مسجات كتير كده في النوتيفيكيشن، لو تلاحظوا ان هيومن ديتكتد، كاميرا شافت بني ادم. بص كده كمان بياخد لقطه. كمان عايزين نشوف الميموري كارد. بص هنا الميموري كارد نفسها اللي انا حطيتها ما عملتلهاش فورمات، انت لازم تعمل فورمات للميموري كارد عشان تشتغل معاك. وكمان عندك خصائص تانية كده اللي هو بتاعت الاول فيديوز كلاود، وهنا الميموري، انت ممكن تنقل ما بين الميموري والكلاود. طبعا الكلاود ده بيبقى باشتراك بتاعهم. تمام. طيب خلينا نشوف كده اعدادات الكاميرا، الالارم انفورميشن، دول الالارمات اللي حصلت. ده طبعا الفيديو اللي الكاميرا نفسها صورته على الميموري كارد بتاعتها. الريزولوشن بتاعها خطير. ممكن اعمل شير للديفايس، يعني اخلي حد تاني يشاركني استخدام الجهاز نفسه. ممكن اعمل شير للكيو ار كود على اساس اي حد برضو عن طريق الابلكيشن ان هو يسكان الكيو ار كود ده ويتعامل في الكاميرا نفسها، يشغلها، يشوف اللي فيها، يشوف الريكوردات، كل حاجه. اخر حاجه الديفايس ديتيلز، ودي اللي فيها قوه الشبكه والنوتيفيكيشنز، وهنا الستورج نفسها فاضل فيها قد ايه. هي كده سجلت يعني دي حاجه بسيطه لان احنا لسه طبعا عاملين لها فورمات. وهنا تسجيل الفيديو، مين اللي مشترك معاك في الديفايس نفسه، وايه شبكه الانترنت اللي هي مشتركه فيها. ومن هنا نشغل اللايف فيو. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. نصيحة ليك، لو انت عندك محل او عندك بيزنس او عندك حتى خدامة في البيت، في ناس ممكن يخشوا البيت في غيابك، فأمن نفسك وبيتك وشغلك بان انت تحط كاميرات من اي نوع. عادة لما حد بيشوف ان في كاميرا في المكان ساعات بيقلق شوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل تنبيهات الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها اول باول. ولو انت بتتفرج علينا من الفيسبوك تشترك برضه في صفحة الفيسبوك وتعمل شير ولايك وكومنت وكل حاجة انا بحبها عشان استمر في تقديم محتوى افضل ليكم، لان انتوا كلكم تستاهلوا حبايبي المتابعين. اشكركم جدا واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.